بيبدأ الفيلم بجعفر وزير السلطان اللي بيكون في الصحراء مع الحرامي اللي جاب له النص التاني من الجعران اللي معاه، وبيطير الجعران وبيوديهم لكهف العجايب اللي مليان كنوز، واللي كان بيدور عليه من زمان عشان عايز يجيب منه المصباح السحري. وبيطلب جعفر من الحرامي انه يدخل الكهف ويجيب له المصباح السحري، ولما جه يدخل بيمنعه الكهف وبيموته لانه عايز اللي يدخله يكون واحد جوهرة في الوحل، يعني يكون طيب وقلبه نقي. فبيقرر جعفر انه يدور على واحد بالمواصفات دي عشان يقدر يجيب له المصباح. وبعدها بنشوف واحد اسمه علاء الدين اللي بيكون عايش في مدينة اسمها أغربة، وهو بيجري من الجنود بعد ما سرق رغيف عيش هو والقرد بتاعه عبوه، وبيقدروا يهربوا منهم وبيقعدوا عشان ياكلوا. لكن بيشوف ولد وبنت جعانين فبيديهولهم وبيمشي. وبيشوف الأمير اللي رايح يطلب ايد الأميرة ياسمين، والولد والبنت هما بيجروا حصان الأمير كان هيدوسهم، فبيتعصب عليهم الأمير وكان هيضربهم. لكن بيجي علاء الدين وبيدافع عنهم، وبيتضايق منه الأمير وبيشتمه، وبيدخل القصر وبيطلب ايد الأميرة ياسمين لكن بترفضه. فبيمشي من القصر وهو زعلان، وبيدخل لها باباها وهو متضايق منها عشان كل ما يتقدم لها امير للجواز ترفضه، وقانون المملكة بيقول انها لازم تتجوز امير، لكن هي بتبقى عايزة تتجوز عن حب. وبيتضايق السلطان ما بيبقاش عارف يعمل معاها ايه، وبيجيله وزيره جعفر هو البغبغان عجوة، واول ما بيشوف السلطان بيفضل ياكله في بسكوت وحش، وعجوة بيكون مش طايق نفسه بس مستحمله خلاص. والسلطان بيشتكي لجعفر من ياسمين بانها بترفض اي عريس يتقدم لها، فبيقول جعفر انه الحل عنده، بس هيحتاج الخاتم بتاعه عشان هيستخدمه ويقدر يلاقي خطيب الأميرة، وبيسحره بالعصاية السحرية بتاعته عشان يقدر ياخده منه. وبياخده فعلا. وبالليل بتهرب ياسمين من القصر عشان مش عايزة حد يتحكم فيها ولا في حياتها، وبتروح السوق لأول مرة وبيشوفها علاء الدين وبتعجبه، وهي بتشوف ولد صغير جعان فبتاخد تفاحية وبتديها له، وبيفتكرها البياع حرامية وبيتخانق معاها وكان هيقطع لها ايديها. لكن علاء الدين بيظهر لها في الوقت المناسب وبينقذها، وبيقول للبياع انها اخته وعبيطه. وفي نفس الوقت جعفر بيستخدم الخاتم عشان يقدر يعرف الشخص اللي ممكن يدخل الكهف، وبيظهر له علاء الدين واللي بيكون خد ياسمين وراحوا بيته. وياسمين بتشكره انه انقذها وبتقوله انها هربت عشان باباها كان عايز يجوزها بالعافيه. وفجاه بيطب عليهم الجنود وبيجروا وراهم وبيقبضوا عليه، فبتضطر ياسمين انها تكشف عن نفسها وبتأمرهم ان هم يسيبوه. وبيتفاجئ علاء الدين انها الاميره، لكن الجنود ما بيرضوش يسيبوه لانهم بياخدوا اوامرهم من جعفر. ولما بتروح لجعفر وبتسأله عن تهمة علاء الدين فبيقول لها لانه خطفها، فبتعرفه انه ما خطفهاش وهي اللي هربت، فبيكذب عليها وبيقول لها انه اتحكم عليه وهيتعدم خلاص. فبتزعل وبتفضل تعيط لانه هيموت بسببها. ونرجع لعلاء الدين اللي بيكون في السجن، وبيجيله عبوه بيفكه، وبيجيله راجل عجوز وبيطلب مساعدته وبيحكي له عن كهف العجايب اللي مليان كنوز يبهر بيها الأميرة. وطبعا كلنا عارفين ان ده جعفر ومتنكر، وبيهربوا وبيروحوا لكهف العجايب وبيدخلوا بعد ما عرف منه انه ما يلمس اي حاجه غير المصباح. ولما بيدخلوا بينبهر من كتر المجوهرات، وعبوه عينه بتزغلل على شويه مجوهرات، لكن علاء الدين بيفكر انه ما يلمس اي حاجه. وهنا بيظهر البساط السحري اللي بيشوفهم وبيمشي وراهم وبيفضل يعكس في عبوه. وبيشوفه علاء الدين وبيطلب منه انه يعرفه مكان المصباح، وبيعرفه له فعلا وبيروح له عشان يجيبه. وعبوه جوهره بتزغلله عينه، والبساط بيفضل يشد فيه عشان ما ياخدهاش، لكن بياخدها في نفس الوقت اللي بياخد فيها علاء الدين المصباح. فبيغضب الكهف وبينهار عليهم، وبيحاول علاء الدين انه ينقذ نفسه من الحمم البركانية اللي ظهرت في كل مكان، وبيستنجد بالبساط وبينقذه هو وعبوه وبيطلعهم لباب الكهف. وبيتعلق علاء الدين وبيطلب من جعفر انه يشده ويطلعه، فما بيرضاش غير لما يديله المصباح الاول، وبيديهوله فعلا، لكن بيغدر بيه وبيبقى عايز يقتله، بس عبوه بيمنعه. وبيقع علاء الدين وعبوه جوه الكهف تاني وبينقذهم البساط. وبيكتشف جعفر انه المصباح اتسرق منه، وبعدها بيفوق علاء الدين وبيفرح جدا لما بيلاقي ابوه سرق المصباح من جعفر، وبيطلع له منها جني اللي بيكون محبوس جوه بقاله 10,000 سنة، وبيفضل يعمل له شوية استعراضات جميلة جدا بيعرفه مهاراته بيها. وبعد كده بيقول له انه يقدر يحقق له اي 3 امنيات هو عايزهم، بس في شوية امنيات ما يقدرش يحققها له، زي ما يقدرش يقتل حد، ولا يقدر يخلي حد يحب حد، ولا يقدر يصحي حد من الموت لانه ما بيهزرش مع الاموات. وهنا علاء الدين بيخدعه وبيفضل يتريق عليه هو وعبوه ويقول انه جني على قده حتى ما يقدرش يخرجهم من الكهف، فبيستفزوه وبيخرجهم. وبكده يبقى علاء الدين ضحك على الجني وخلاه يخرجه من الكهف من غير ما يضيع امنية من امنياته ال3، يعني طلع انصح من الجني. ونرجع للسلطان اللي بيتعصب على جعفر وبيقول له بعد كده ما يحكمش على اي حد من المساجين بالموت غير لما يرجع له وياخد موافقته الاول. فبيعتذر له جعفر، لكن ياسمين بتبقى متضايقه منه وبتهدده انها هتطرده اول ما تبقى ملكه، فبيتضايق، لكن بيشور عليه عجوه بانه يكون عريس الغفله ويتجوز الاميره
وبكده هيكون هو السلطان. وبعد كده يبقى يرمي السلطان والأميرة من فوق الجبل ويموتهم. فبتعجبه الفكرة جدا. ونرجع لعلاء الدين اللي بيفهم الجني انه خدعه عشان يطلعها من الكهف من غير ما يستخدم ولا أمنية من أمنياته ال3. وبيبقى متحير وما بيبقاش عارف يتمنى ايه. وبيسأل الجني لو مكانه كان هيطلب ايه. فبيقول له حريته، عايز يبقى حر ولازم ملك المصباح هو اللي يتمنى له الحرية. فبيوعده علاء الدين انه هيحرره بس بعد ما يحقق له أول أمنيتين، وهيستعمل الأمنية التالتة ويحرره بيها. وبيطلب منه انه يخليه أمير لأنه بيحب أميرة وما ينفعش يرتبط بيها غير لما يكون أمير زيها. وفعلا بيخليه أمير وبيسميه علي وبيخلي عبوه فيل. وبكده يبقى استخدم أول أمنية ليه. وبعد كده بنشوف جعفر اللي بيروح للسلطان عشان ينفذ خطته ويتجوز الأميرة. وبرضه السلطان ما بيسيبش عجوة في حاله وبيفضل يأكله في بسكوت. وهنا جعفر بيقول للسلطان انه لقاله حل لمشكلة ياسمين، بانها لو ما لقتش امير مناسب ليها فالمفروض انها تتجوز الوزير اللي هو جعفر. فبيرفض السلطان طبعا، لكن بيسحروا جعفر بعصايته عشان يأمرها بانها تتجوزه. لكن فجأة بيسمع صوت موسيقى فبيجري على البلكونة وبيشوف الامير علي امير ابابا وهو دخل القصر ومعاه الجني وحاشية ملكية جميلة جدا. وبيغني الجني اغنية جميلة قوي في استعراض جامد جدا وبيبهروا كل الموجودين بما فيهم السلطان والأميرة ياسمين. وبيدخل علاء الدين القصر وبيطلب ايد الأميرة ياسمين من السلطان وبيوافق وبيفرح جدا. لكن جعفر طبعا بيتضايق. وبتيجي الأميرة وبتشوف علاء الدين لكن ما بتعرفوش وبتتضايق لما بتسمع كلامهم وبتسيبهم وبتمشي وبترفض حتى انها تتكلم معاه. وبالليل بينصحوا الجني بانه يقول لها الحقيقة ويخليها على طبيعته لو عايز يكسب قلبها. وفعلا بياخد البساط السحري وبيطلع لها اوضتها، لكن ما بتبقاش عايزة تشوفه ولا تتكلم معاه. فبينط من البلكونة فبتتخض ياسمين، لكن بتلاقيه على البساط السحري وبتنبهر لما بتشوفه. وبياخدها علاء الدين وبيلفوا بيه المدينة كلها وبتبقى مبسوطة جدا وهي معاه. وبتعرفه انها عارفة بانه الشاب اللي قابلته في السوق. فبيكذب عليها وبيقول لها انه ساعتها كان متنكر وعمل نفسه متشرد عشان يهرب من ضغوط الحياة اللي في القصر. وساعة ما قابلها في السوق مرضيش يقول لها انه امير عشان ما كانتش هتصدقه. فبتصدقه وبياخدها وبيرجعها لأوضتها وبيمشي وهو فرحان جدا عشان يتقربوا من بعض. لكن بيلاقي جنود جعفر مستنينه وبيمسكوه وبيكتفوه وبيرموه في المية. وحاول انه يفك نفسه لكن ما بيعرفش. وبيشوف طاقيته اللي فيها المصباح وبيقرب لها عشان الجني ينقذه، لكن بيغمى عليه بس ايده بتلمس المصباح وبيخرج الجني وبينقذه. ولما بيفوق بيشكره، لكن ده طبعا كلف علاء الدين أمنية. وبعدها بنشوف السلطان اللي بيروح لياسمين وبيبلغها وهو تحت تأثير سحر جعفر انها تتجوز جعفر. لكن طبعا ما بترضاش وبتقوله انها تتجوز الامير علي. فبيقول لها جعفر انه الامير علي مشي، لكن بيتفاجئ انه واقف قدامه وبيقول لهم انه جعفر حاول يقتله. وبيلاحظ علاء الدين انه جعفر بيسيطر على السلطان بالعصاية السحرية بتاعته، فبياخدها منه وبيكسرها. وبيفوق السلطان وبيعرفوا علاء الدين انه جعفر بيسيطر عليه بالعصاية السحرية. فبيتعصب السلطان عليه وبيأمر بحبسه، لكن بيقدر يهرب. وبيفرح السلطان انه اخيرا بنته اختارت العريس المناسب ليها وللمملكة. وبيأمر بانهم يتجوزوا حالا لانه شايف علاء الدين هو الوحيد اللي ينفع الحكم المملكة دي ويبقى السلطان. ونرجع لجعفر اللي بيتضايق ان السلطان كشف حقيقته وبيأمر عجوة انه يجيب له المصباح من الامير علي اللي هو علاء الدين. ونرجع للجني اللي بيروح لعلاء الدين وبيطلب منه انه يديله حريته بعد ما وصل لهدفه. والامير حبته لكن بيرفض عشان مش هيقدر يكمل في لعبته من غيره لانهم شايفينه امير بسببه هو. وبيزعل الجني وبيدخل المصباح. ولما بيفكر شوية بيقرر انه يقول لها الحقيقة، بس بيسمع ياسمين بتنادي عليه وبيخرج لها. لكن بيطلع عجوة هو اللي قلد صوت ياسمين عشان يخرجه ويدخل هو ويعرف يسرق المصباح. وبيسرقه فعلا وبيجري بيه على جعفر. وفي الوقت ده بيعلن السلطان لشعبه انه بنته اخيرا وافقت على العريس. ولما بيوصل علاء الدين لياسمين عشان يقول لها الحقيقة فما بتدلوش فرصة يتكلم وبتشده وبتدخله لباباها عشان يحيي الشعب. ونروح لجعفر اللي بيخرج الجني من المصباح. وبيتفاجئ الجني لما بيلاقي جعفر هو اللي معاه المصباح. وبيأمره جعفر بأول أمنية وهو إنه يخليه يحكم مكان السلطان. وفعلا بيخليه السلطان. وهنا بيكتشف علاء الدين إنه المصباح اتسرق منه. وبعدها بيأمر جعفر السلطان وياسمين إن هما ينحنوله، لكن ما بيرضوش. فبيطلب من الجني الأمنية التانية بإنه يخليه أقوى ساحر في الدنيا وبيخليهم ينحلوله بقوة سحره. وبيكشف حقيقة علاء الدين قدام السلطان والأميرة وبينفيه بعيد جدا. وبيندم علاء الدين انه محررش الجني زي ما وعده. وبيشوف البساط وبيرجعوا الأغربة. وفي نفس الوقت بيربط جعفر السلطان. فهنا عجوة حب ينتقم منه وطلع عليه القديم والجديد كله وأكله كمية بسكوت تجيب له جفاف. أما ياسمين بقى جعفر بيستعبدها وبيخليها تخدمه وبيقرر انها تتجوزه غصب عنها طالما مش راضية تتجوزه برضاها.
وبيطلب آخر أمنية من الجني بإنه يخليها تحبه بجنون. لكن بيجي علاء الدين وبتشوفه ياسمين، فبتمثل الحب على جعفر عشان علاء الدين يقدر يدخل وياخد المصباح. بس بيشوفه جعفر فبيحط ياسمين في ساعة رملية عملاقة، وبيسحر عبود لعبة، وبيقطع البساط، وبيسحر نفسه لتعبان ضخم جدا، وبيمسك علاء الدين وبيبقى عايز يقتله، لكن بيخدعه وبيقوله ان الجني اقوى منه بكتير، وهو اللي اداله قوته دي كلها وممكن ياخدها منه تاني، وهو التاني قوة على الارض. فبيتضايق جعفر من كلامه وبيطلب تالت امنية من الجني بانه يخليه اقوى جني في العالم، وفعلا بيخليه اقوى جني في العالم. وهنا علاء الدين بيلحق ياسمين وبيخرجها، وبيكون قدر يضحك على جعفر وبيأيده وبيحبسه جوه المصباح هو وعجوة عشان الجني ما يقدرش يعمل اي حاجة من غير صاحب. وبيرجع عبوه والبساط لطبيعتهم، وبياخد الجني المصباح وبيرميه، وبيتأسف علاء الدين لياسمين عشان كدب عليها، وبيبقى عايز يسيبها ويمشي، لكن بتقول انها بتحبه، وبيصعب على الجني وبيقول لعلاء الدين انه لسه ليه امنية وممكن يعمله امير تاني، لكن ما بيرضاش علاء الدين عشان هو وعده انه يحرره بالامنية دي، وفعلا بيحرره، وبيفرح الجني جدا، وبيقرر انه يسافر، وبيحضن علاء الدين وبيودعه. وبيجي السلطان وبيبلغهم بقراره بانه الاميرة هتتجوز اللي قلبها يختاره، وبتفرح جدا وبتختار علاء الدين طبعا، وبيودعهم الجني وبيسافر. وكده بيكون الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الفيلم الجاي.